فرش بيتزا بالاناناس. نو. انت فين والحب فين؟ شوف الجماهير العريضة ذي الكل. حاولوا نسرفايف نيويورك ب $20 كهو. كلب نباتي ذا. سب جايز، محمود الجزيري، مرحبا بكم في حلقة جديدة من محمود على الحدود. وصلنا البلد رقم 43 الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد من مدينة نيويورك. الفيديو هذا باش نعدوا 4 أيام في نيويورك، نشوفوا الحاجات الغالية، الحاجات الرخيصة، والحاجات اللي بلاش في أغلى مدينة في العالم. أول نهار واحد شوف فلوقي فيه، وأول نهار نيويورك استقبلنا بالطقس نتاعها. وبرج ولاية نيويورك أزين برشا في المطر هكا، أزين برشا. والله مطر يا معلم. الدنيا كانت 35 دجري، ما تنجمش تتنفس، تو ما تنجمش تتحرك من المطر. اغلبيه الحاجات اللي ريناها في الافلام مش تلاقيها اكيد في نيويورك، كيما تاكسيات الصفر وكيما البلاك الخضر وكيف كيف البنيات اللي جنرالمون يبدو بالقرمود الاحمر، منتشرين برشا 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 في المدينه هذيا. ما تلقيش فيهم دي بالكون، وفيهم دروج على جنب يخرجوا منه المواطنين كي يصير حريق في وسط البنيه هذيك. كيف كيف فما خزانات المياه اللي موجوده فوق الاسطح تاع المباني هذيا، اللي انا شخصيا تفكرني في سلاح بن نينجا. اول بلاصه نبدوها اكيد هو الامباير ستيت بيلدينغ، واحد من رموز نيويورك، هو تمثال الحريه. واحسن وقت تقريبا تطلع فيه الامباير ستيت بيلدينغ هو قبل المغرب بساعه، على خاطر تشوف نيويورك في النهار، في المغرب، وفي الليل. اما دخول الامباير ستيت بيلدينغ واي بلاصه عاليه يتكلف اقل حاجه $45. هذيك علاش ننصحكم بنيويورك سيتي باس ب $140 تنجم تدخل ل5 بلايص معروفين برشا في نيويورك. ونيويورك مدينة كبيرة فيها برشا مناطق كيما بروكلين، كوينز، ستيتن ايلاند، ذا برونكس. اما ديما كي نقولوا نيويورك رانا نحكوا على منطقة مانهاتن اللي فيها تقريبا لي مونيمون الكل. في نيويورك سيتي فما برشا دي بارك، اكيد اشهر واحد هو سنترال بارك، اما فما دي بارك صغار كيف كيما هذا اسمه براين بارك بجنب الامباير ستيت بيلدينغ. جينيرالمون يعملوا فيه دي شو غادي، مي العباد يجوا لهنا يقروا كتاب، يشربوا قهوة، يرتاحوا شوي، يخرجوا مع صغارهم. لان تو الجازون مسكر على خاطر كي غير صابت فطار. مي العباد تنجم توقف في الاسباس الاخضر هذا الكل بين العمارات هذه الكل. حاجه اخرى لاحظتها لهنا في امريكا، اللي كل بري موجود افيشي حتى في سوبر مارشي من غير تاكس، معناها اي حاجه لازمك تزيدها 20% تي في. وفي الريستورانات ادعس، خاطر ابار ال 20% تاع تي في هذيك باش تدفعها لازمك تعطي بوربوار للي سيرفور، ما بين 15 و 20% تمشي بوربوار للسيرفور. احنا تو مشينا شويه ووصلنا للجراند سنترال تيرمينال اللي هو المحطه الرئيسيه في نيويورك، اللي تمثل فوق الجسر هذا فيلم ذا افنجرز الثاني. والستاسيون هذه تمثلوا فيها برشا 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 افلام ومزيانه على الاخر من داخل. دخلنا توا الستاسيون اللي ورايا هذيك نتاع الانفورميشن اللي تلقاها في كل فيلم، تقريبا في كل فيلم عالم امريكا. فرج مزيانه برشا الحقيقه الستاسيون. صرنا شباب المونيمون اخر اسمه روكافيلر سنتر، واحد من المونيمون المشهورين برشا في نيويورك. والبلاصه هذه في الصيف كما تشوفوا قهاوي، في الشتاء تولي كل بيست نتاع تزلج نتاع باتيناج، والسياح والسكان نتاع نيويورك يجوا لهنا يعملوا باتيناج في بلاصه تسمى البلايص الايكونيك في نيويورك. والبنيه العاليه هذيا اللي فوق الروكافيلر سنتر تتسمى توب اوف ذا روك، البلايص اللي تنجم تشوف فيهم ناطحات السحاب تاع نيويورك الكل والسكاي لاين الكل. هذاك علاش كيما قلت لكم خذوا نيويورك سيتي باس، هذايا انكلو فيه. باش تاخذ شويه موزة ستيكس، 4 كعبات موزة ستيكس $10. ويلكم تو نيويورك. غدوة تو نجربوا الحلال فود تراكس اللي هما ارخص، خاطر فما برجر مثلا وفريت ب10 زاد، مش عاود ما تاخذ جوست موزة ستيكس وكهو معاه وما تفطر معاه. ومرحبا بينا في السنترال بارك، هذه البداية نتاعو. وسنترال بارك بالحق راهو بارك عملاق جدا، لازمك تمشي فيه ساعة على ساقيك، لا تحبس لا تعمل تصوير ولا حتى شيء، ساعة كاملة باش تكملوا بوتو.
هذاك احسن حاجه باش نرجعوا له بالبسكليت. فما بسكليتات لهنا يقروها بارتو ب 6 دولارات هذه الساعه فيك. تفرج السناج بارتو ده. شوف المجرم شوف مالا مجرم جاي بحذايا خاطر يشم في الموزستيك. شو حب يجي ياكل شو في امريكا دايما فهمت منها شيء. نتفرج كلب قاعد ياكل في الشجره، كلب نباتي ذا. شكشوكة الكلب حيوان لاحم. لاحم يا شكشوكة. بس اني بيع تحلف زيادة. فيك يا ولد تفرج وعبلها الشجره. فما برشا بلايص هكا في السنترال بارك، تروح جر هكا كبير مزيان برشا، تنجم تبوزي فوقه تعمل تصويره مع سكاي لاين تاع نيويورك. اما لازمك فريمون تبعد برشا في سنترال بارك، والشجر هذوما ما يخبوش عليك ناطحات السحاب. وتوا شباب وقيت مغرب دوك ماشيين باش نطلعوا للامباير ستيت بيلدينغ باش نتفرجوا في الفيو على نيويورك الكل. باش ياخذوا السبوي، والسبوي تريب فيه ب 2.9 دولار. اما كان انت باش تبقى برشا في نيويورك معناها باش تستعمل برشا السبوي، ننصحك بالمترو كارد نتاعهم 34 دولار 7 ايام دخلك في المتروات الكل والترينات الكل في نيويورك. مثلا نيو جيرسي ما تهزكش لنيو جيرسي. ونحن بويسكم نستعملوش برشا السبوي، ابل باي وديما يمشي. وصلنا توا قدام الامباير ستيت بيلدينغ والطقس نيويورك يعلق. السيتي باس تاعنا حاضر، دخلنا للامباير ستيت بيلدينغ. جوست لازمك تريزيرفي كرينو، حتى عندك تيكي لازمك تريزيرفي كرينو باش يعرفوا معناها قداش فما من نومبر عبد داخل. كان ما فماش وقت تاخذ كرينو اللي بعد، اما تنجم تقعد قد ما تحب بالداخل. الامباير ستيت بيلدينغ فيه 102 ايتاج، اما نحن باش ندخلوا لاخر ايتاج اكسيسيبل اللي هو سوف ماني. اول ما تدخل يعملوك تصويره ويعطوك بوست كارد بلاش. ابارامون امباير ستيت بيلدينغ اصله كان اوتيل عام 1920 كسروه وبنوه فيه 102 ايتاج كاملين. امباير ستيت بيلدينغ اللي كمل بعد 11 سنه 1931. Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. Welcome to the 86th floor observation deck. برج ولية ملا فيو ملا فيو ملا فيو. وهنا سأسكت قليلا وكها باش خليكم تتفرجوا معايا في الفيو الرهيب وكها. برج ولية ملا فيو على نيويورك الكل. تشوف 360 تشوف كل شيء، تشوف كرايسلر بيلدينغ، تشوف ذا روك، تشوف هادسون ريفر، تشوف كل شيء بالحق رهيبة. أول مرة نشوف نومبر تاع ناطحات سحاب بالطريقة ذي وبالكبرى ذي وبالعلو ذي، بالحق منظر رهيب. الحاجة الوحيدة الخايبة انك ما تشوفش الامباير ستيت بيلدينغ في حد ذاته، هذاك علاش نمشوا توب اوف ذا روك غدوة ونشوفوا الامباير ستيت بيلدينغ مع سكاي لاين الكل تاع نيويورك. حاجة مزيانة على الاخر. اما بالحق تصوروا فيديوهات ما يعطوش حقه والله، خاطر بالعين حاجة اخرى. لي ديتاي كمية ناطحات السحاب والعمارات اللي وراء بعضهم، تاكسيات لوت والبارتي تاع البوس الحمراء برشا ديتاي مزيانين تاع نيويورك كلهم يبانوا بالعين خير من الكاميرا وخير من كل شيء. صباح النور شباب، في اليوم الثاني في نيويورك، واليوم باش نحاولوا نسرفايفوا نيويورك ب 20 دولار كهو. هذا تحدي في وسط الفلوق. اليوم باش نحاولوا نحوسوا نعملوا زاكتيفيتي وناكلوا برشا حاجات في نيويورك ب 20 دولار كهو في اغلى مدينه في العالم. اول بلاصه باش نبداو بها اكيد هي البتي ديجوني. باش نبداو هنا في دونات باب. تجي نيويورك لازمك تجرب دونات كمان. 26 لينا دونات امريكانو 6.5 دولار، نزلوا لنا 13.5. ولهنا في تقاطع بيدفورد وجروف نجموا نلقوا الابارتمنت الشهير للسيت كوم الاسطوري فريندز. هذاك نورمالمون هو الابارتمون تاع موريكا، هو ناقص بالكون صغير، اما نورمالمون هذاك اللي طلع على الشارع. والحقيقه الحومه لهنا ياسر مزيانه. شو الفاز هذايا تلقاها دروج هكا وباب، تحسها ياسر تاع ديار امريكان، وغادي فما ديما سوسول. في الديار بريسك الكل نفس الاركيتكتور. حاسك اللي انت هارب من سيت كوم ولا سيرية مثلت في نيويورك. ومن هنا دخول للاوتيل الشهير جدا ذا بلازا هوتيل اللي تمثل فيه هوم لون 2. في البلاصه هذيا بالضبط تحت القوس هذاك او الثريا هذيك قابل دونالد ترامب كيفن
في هوم الون 2 لهنا تمثلت اللقطة ذيك في الفيلم. ابار انه نيويورك مدينه كبيره برشا باش تمشي تحوس على ساقيك، فيها برشا تقاطعات، واللي بلوك تاع لي زابارتمون كلهم مستطيلات طوال، معناها باش تقص الطريق برشا مرات وتستنى الفو برشا مرات. كي باش تشري سوفينيرز ما تشريش من الجيفتس هذوما وكا جيفت شوبس وكالفازات خاطر غاليين ياسر، ما قلت تشتريها ب5-6 $. فما برشا نصبات في الشارع، فاهم اللي تحب انت كل $، $6، $5، قطعه تاع $5 تلقاها في الشوب هذاك ب 17 و $20. لعشاق سيت كوم هاو ميت يور ماذر، هذا البار ماك جيز اللي مستوحى منه ماكلارنس بار اللي يشرب فيه بارني ستينسون كل ليله. الحاجه الاخرى لازم نجربوها نيويورك بيجل. خذيت واحده ب 1.75 عطيتني زوز. البيجل هو خبز كيما تشوفوا، حطوا فيه من داخل جبن وحط فيه من داخل كريمه، حط فيه برشا حاجات. تحدي ال $20 نتاعنا يتواصل، وتوا ماشيين باش نكرو بسكليت ساعه كامله، على خاطر الحقيقه ابار انه سابواي مسخ برشا وفما دي ستاسيون بالرسمي مقرفين اصلا تدخل لهم، اما غالي كل بلاصه تمشي لها $3 $3. دوك نكرو بسكليت $5-6 ساعه، اون بليس نجمو ندخلوا بها سنترال بارك، كملوه الكل ونعملوا دوره في نيويورك. انا خذينا البسكليت نتاعنا تو مسايكل بارك نيويورك، خذينا ساعه ب 5.6 يورو اللي هي على جيت يور جايد. كي جيت اخذها هنا باش اخذها ب $18 ديريكت، دونك احسن حاجه بوكي في جيت يور جايد. دخلنا تو لسنترال بارك كيما تشوفوا لهنا، فما بلاصه تاع بسكليتات وبلاصه تاع متراجلين. العالم غريب والله، بارك كبير مش نورمال، 4 كيلومتر بوتو لازمك ساعه على ساقيك، هذاك علاش والحق لازمك بسكليت. ونحاولوا نبعدوا للاخر في البارك باش نجموا نشوفوا سكاي لاين تاع نيويورك الكل. كل شيء منظم، شو بالفو كل. اما عالمية تحويسه لهنا في بسكليت والله، طيارة على الاخر. حبسنا لهنا نعملوا استراحة صغيرة في وسط السنترال بارك. كيما تشوفوا لهنا فما بحيرة كبيرة، ومن غادي بالكل فما سكاي لاين تاع نيويورك. اما نحن باش نكملوا نمشوا بسكليت الاخر بالكل نتاع البارك، لهنا في اخر البحيره الكبيره هذه في وسطه، البنيات وناطحات السحاب المهمه الكل تنجم تشوفهم من هنا. كملنا تحويساتنا في سنترال بارك، الحقيقه اللي كريت من عندهم ياسر سيرفيس طياره، ساعه كريت 5 يورو، بريسك عديت ساعه ونص، ما كلمني حتى واحد على دقيقه زيد دقيقه ناقصه. عندهم ديجا 2000 5 ستارز في جوجل مابس، خاطر بالحق سيرفيس طياره، والبسكليت زاد طياره على الاخر ما فيها حتى ديفو، بالرغم اللي ماشي الكتريك اما تساعدك على الاخر في صعدات فيها هبزات جو احلى جو. من ارخص واسهل البلايص اللي تاكل فيهم في نيويورك هي ال $1 سلايس بيتزا. بون ما عادش ب $1 ولا $1.50 خاطر بالانفلاسيون، لكن تشري زوز تشيز بيتزا يعطوك معها بواسون بلاش ب $4. فرج بيتزا بالاناناس. نو ثانك يو. البيتزا حضرت سخونه الدنيا هانيه، حتى نيويورك يسكنوا لهنا تلموا الدنيا غاليه ياسر ياكلوا $1 بيتزا، معروفه على الاخر الحكايه. الشارع هذا اللي فيه $1 سلايس هو اشهر شارع في نيويورك، برودواي ستريت اللي فيه تايم سكوير اللي تعرفوهم بالطبيعه الكرونات الكبار اللي غادي، والبلاصه هذه الكل في الليل تولي حاجه اخرى بالاضواء وبالعباد اللي تغني وتشطح، دونك ننصحكم ترجعوا في الليل. باش ناخذوا المترو توا وباش ننطلقوا في اتجاه بروكلين. واحد دخل التواليت بعد المريول وخاطر بسكليت في سخانه. سلام نحن تو في الفاينانشال ديستريكت وماشيين لبلاصه معروفه برشا اللي هي 9/11 ميموريال، حديث 11 سبتمبر 2001. عاملين لها معناها بلاصه هكا كنافوره، والبلاصه نتاع توين تاورز اللي طاحوا 2001، وبنوا في بلاصه عماره كبيره برشا وطويله برشا اسمها وورد تريد سنتر، والوورد تريد سنتر هي العماره هذه. هذه النافوره الاولى، هذاكم كل البرج كان غادي، في الجهه الاخرى من غادي فما النافوره الجنوبيه، لان النافوره ماهيش قاعده تخدم، اما في البلاصه هذيك يعني كان فما تور القديم تاع توين تاورز اللي طاحوا 2001. باش نبدا بالميموريال بالضبط فما ميوزيم تاع 9/11 لهنا، تنجم تدخلوا بالسيتي باس.
المونيمون اللي بعده اللي ماشيين له هو بروكلين بريدج. زدت لنا $2 نجموا نجوا للنصبه هذه كيما قلت لكم. ما تشروش من نيويورك جيفتس وكالفازات هذوكم غاليين برشا. $2 تاخذ ماجريت مزيان كي تشين $1 جاوك احلى جو. اوكي نكونوا كملنا $20 تشالنج نتاعنا. وبالنسبه ل $20 فهم برشا حاجات باش نجربهم اخرين. هوت دوغ $5. فما كيف كلاس فك الكمين هذوكم الفرشون في الافلام. وفما كيف النصبات تاع الغله جينيرالمون لاتينوس يبيعوا فيهم غله تبدا بارده ومخصوصه محطوطه في كيس بلاستيك. من هنا البروكلين بريدج انا وصلنا له. ندخلوا من هنا معبي مش نورمال. وبالطبيعه الجسر هذا جسر بروكلين يوصلنا لمنطقه بروكلين ورانا منطقه مانهاتن. حقيقة المكان جميل جدا مع غروب الشمس لكن معبي برشا 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 الحقيقة. بالحق سامحني خليني نعمل تصوير. جسر بروكلين هذا تبناه عام 1883. انت فين والحب فين؟ دوران هذاك اسمه مانهاتن بريدج يربط كيف مانهاتن وبروكلين. لكن احنا باش نمشوا ونكملوا البروكلين بريدج للاخر نتعدوا لبارتي بروكلين نتفرجوا في غروب الشمس ونرجعوا على جسر مانهاتن. لهنا فما بلاكة $100 خطية لأي واحد يحط لهنا كدنا نتاع حب. هذيك في الجزر تحط في باريس خاصة. دوك العباد اللي هنا يحطوا في اللي بوكر نتاع الشعر. البلديات جينيرالمون يعملوا على كدنا على خاطر الكدنا يرزنوا برشا الجسور وينجموا حتى يطيحوهم. اما الفيو من هنا رهيبة الحقيقة. لازم تشوف مانهاتن الكل من هنا. امباير ستيت بيلدينغ اللي تحب انت الكل. بحيرة الكبيرة هذيا مانهاتن بريدج وراك. الحقيقة مزيانة برشا برشا في غروب الشمس ولا حتى في الشروق نتاعها نتصور ياسر مزيان. بعد ما كملنا البروكلين بريدج احنا تو في بروكلين. هذاك اللي ورانا المانهاتن بريدج. البلاصه هذه اسمها دامبو. البلاصه هذه كلها عبيت تعمل شوتينغ خاطر فما فيو رهيب على المانهاتن بريدج. في وسطه بالضبط تنجم تشوف الامباير ستيت بيلدينغ. بلاصه رهيبه جدا. تحت المانهاتن بريدج فما بارك مزيان برشا لهنا تنجم تفرج فيه في غروب الشمس. شوف الجماهير العريضه ذي الكل جايين يتفرجوا في غروب الشمس على مانهاتن. وتوا طلعنا فوق المانهاتن بريدج شباب والفيو من هنا مزيانه برشا 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 على الغروب الشمس من فوق. او جات ترين وانا نحكي وجات ترين ونعد. حقيقه ننصحكم تطلعوا لهنا تشوفوا البروكلين بريدج في الليل كيف ضاوي مع الفاينانشال ديستريكت. حاجه رهيبه جدا. صباح النور شباب. اليوم باش ندخلوا المونيمو اخر انكلو في السيتي باس نتاعنا اللي هو امريكان ميوزيوم اوف ناتشورال هيستوري. في التيكي نتاعك عندك انكلو غادي تتفرج في واحده من الاكزيبيشنز هذوما. الدوكيومنتير اللي تفرجنا فيه يحكي على الارض ويحكي على الكواكب الاخرى الموجوده في النظام الشمسي. والمتحف هذا هو متحف علوم وتاريخ فيه علوم الانسان كيف يتطور الحيوان علم الفلك جيولوجيا وغيره. كيف لهنا في المتحف يحكوا على تاريخ السكان الاصليين الهنود الحمر للقاره الامريكيه. التماثيل نتاعهم يشبهوا ياسر الشعب المايا اللي هم السكان الاصليين نتاع غواتيمالا والمكسيك. في السكسيون هذيا موجودين الحيوانات الافريقيه وخاصه الفيل هذوكم اللي رجعوا للحياه في فيلم نايت ات ذا ميوزيوم. اما الميوزيوم حر والله بيع فيه 4 ايتاجات كاملين. لا بيرسونيل موجود للإيطاج الرابع اللي فيه ديناصور الكبير. السكسيون هذه كلها ديناصورات سكي سورس اي حاجه سورس موجوده هنا. وهذا التيركس اللي يمثلوا به في فيلم نايت ات ذا ميوزيوم. توا كملنا من امريكان ميوزيوم اوف ناشونال هيستوري. توا باش نخرجوا ناكلوا. في امريكا فما 3 بلايص تاكل فيهم. البلاصه الاولى هي ريستورونات اللي هي غاليه برشا. البلاصه الثانيه فاست فود اللي هي رخيصه ب $10 تقريبا تاكل ميل كبيره على الاخر كونتيتي جينيروز وجوك احلى جو. اما مش حلال فما هذوما فود كارتس اللي جينيرالمون حلال 80% منهم مصريين. بالرغم من الفود كارتس هما حلال هذيك حاجه باهيه لكن الاسوام غاليين برشا والاسوام اصلا ساعات يبدو مش افيشي. دوك هذا مثلا تحب تشري هوت دوغ ما تعرفش عليه $1 ولا $10. دوك قبل ما تخليه هو يطيب لك ديما اسرع على البري قداش والبري كي تخلص بالكارت خاطر تزيد فيها تاك مش كيما بالكاش. تو باش تعدوا المونيمون اخر انكلودد في السيتي باس نتاعنا اللي هو توب اوف الروك اللي هي بلاصه خير اصلا من الامباير ستيت بيلدينغ تشوف فيها نيويورك خاطر تشوف اصلا الامباير ستيت بيلدينغ فما بلاصه باش تصور فيها. Rockefeller Center has always been a place of inspiration and celebration. Plans to build a magnificent new opera house right here in the heart of Manhattan.
فيو 360 على نيويورك الكل، والحاجه الباهيه لهنا انه فما بولار كلير يخليك تشوف الدنيا الكل، فماش دي بارير كيما الامباير ستيت بيلدينغ من فوق. هلو فولورز، محمود قاعد يصور وبعثني ألف سلام عليكم. ما تنساوش لايك وسبسكرايب. نطلعوا على الطاقة الثاني والثالث اللي هما اصلا من غير بولار، دونك الفيو باش يكون رهيب. برج ولية توب اوف ذا روك، توب على الفرق. فيو الكل من غير بولار، خير بياسر من الامباير ستيت بيلدينغ. شوف فيو كلير الكل، تشوف الدنيا كيف هي، تقدر تتصور تعملهم الكل. شوف خليل هنا مانيش هابط. لهنا ديجا سكاي لاين تاع نيويورك يكمل مع الامباير ستيت بيلدينغ، لهنا الفيو تكمل على نيويورك الكل. وفي الجهة المقابلة من هنا تنجم تشوف سنترال بارك الكل اللي يمتد على طول البصر، وفيه لاك كبير، حاجة مزيانة على الاخر. الحق لهنا ترمو انت فوق على الاخر تنجم تشوف كل شيء من غير ما تسحق درون، عينيك هم الدرون. واستنينا الدنيا لغروب الشمس كما تشوفوا بالرسمي، منظر رهيب الحقيقة. ريت برشا حاجات وعمري ما ريت كما نيويورك، سكاي لاين رهيبة، قديش فما من ناطحة سحاب، حاجة رهيبة الحقيقة. وصلنا توا للشارع اللي لازمك تكون فيه في نيويورك في الليل، اللي هو بالطبيعة على تايم سكوير. شارع هذا الكل وكيرونات، الكل ببليسيتي، اللي هي حاجة ياسر ذكية من البلدية نتاع نيويورك باش تدخل برشا فلوس لهنا. العباد تخلص برشا فلوس باش تكون موجودة في واحدة من الكيرونات هذوما، والعباد بيسور تجي هنا تتفرج. في برشا عروض في الشارع، وكيف تتصور برشا تصور وتهبطهم في السوشيال ميديا في الانستغرام اللي هو. دونك اي عبد تحط حاجه لهنا باش تكون في برشا تصور في السوشيال ميديا. اليوم بطبيعته السبت اقسم بالله سامحني خليني نتنفس. شوف معبيه على الاخر، معبيه باش نرواح. هذه نتاع 360 تاع نيويورك معروفة. ملا عالم وملا ناس وملا بلاصة، بابا ملا نيويورك والله. توا باش نخدموا السهرية في الكارت هذايا يبيعوا في الهوت دوغ، ما تنجمش تجي لنيويورك ولا لأمريكا وما تجربش هوت دوغ، سورتو كي يبدا الهوت دوغ حلال. فما هوت دوغ حلال هو قلت لكم الكارت هذوما 80% منهم يخدموا فيهم مصريين، تقريبا كلهم حلال، والهوت دوغ 5.4 دولارات. عايش مايونيزة؟ تجربوا الهوت دوغ في نيويورك في تايم سكوير كيما قال عمرو رشاد. نو يس بسم الله. صباح النور شباب، في يوم جديد في نيويورك، وتوا نحن موجودين في ليبرتي ستيت بارك. لهنا باش ناخذوا فيري الجزيره اللي فيها تمثال الحريه. الفيري هذا انكلو في نيويورك سيتي باس نتاعك. هبطنا توا في الليبرتي ايلاند وخدينا اوديو جايد انكلودد مع الرحله نتاعنا. هذا الاوديو جايد من تاخذوه. نحن توا فوق جزيرة الحرية، لكن الجزيرة اللي ورانا ذيك اسمها إليس ايلاند، وهي جزيرة الهجرة. قبل المهاجرين قبل ما يدخلوا الولايات المتحدة الأمريكية لازم يتعدوا غادي باش يتستوهم على الأمراض اللي نجموا يجيبوها من القارة الأوروبية الآسيوية والأفريقية للقارة الأمريكية. عندك اكسي في الجزيرة نتاع الحرية، البلاصة اللي فوق هكا تشوف فيها تمثال الحرية من تالي، الأمريكان فلاج الكبير. شوف العباد هذيا الكل تستنى باش ترجع لنيويورك ونيو جيرسي، وغادي سكاي لاين نتاع نيويورك الكل. لهناك كيف في جزيرة الحرية فما ميوزي لازم تجي وتقرا فيه على تمثال الحرية وعلى التاريخ نتاعو، كيفاش تمثال الحرية يمثل حرية مطلقة في العالم الكل. بعد ما تعدت 100 سنة على الثورة الفرنسية وكي غير وفات الحرب الأهلية الأمريكية، الشعب الفرنسي اهدى تمثال الحرية هذا للشعب الأمريكي. في الميزان هذا نجم نشوفوا الشعلة الحقيقية لتمثال الحرية اللي تكسرت بسبب قساوة الظروف الطبيعية وبدلوها وتبيعها بفيرسيون أقوى تنجم تحمل المناخ القاسي. والتصميم تاع تمثال الحريه مسؤول عليه اركيتكت فرنساوي اسمه بارتولدي، والتصميم نتاعو مستوحى من حاجتين، من اهرام الجيزه وتور ايفيل اللي سموا غوستاف ايفيل في نفس العام اللي تهدى فيه تمثال الحريه لامريكا 1886.
هبطنا دوم الباتو في نيويورك في الفاينانشال ديستريكت باش نعملوا بوست صغيره باش نجربوا واحده من الحلال فود كارتس لنا. شرينا تشيكن تندرز وفريت نجربوها نشوفوا السوق كيفاه وبعد نمشوا نعملوا دوره في وول ستريت. تندرز ومعها فري ومعها جازوزه مع بعضهم $19. مرحبا بكم في نيويورك الرخيصه برشا. اول ما ندخلوا الفاينانشال ديستريكت لهنا نلقوا تشارجينج بول اللي هو واحد من المونيمون المعروفين واللي هو السامبول تاع الفاينانشال اندستري في امريكا الكل. دخلنا توا شباب الاهم شارع موجود في الفاينانشال ديستريكت الكل في نيويورك اللي هو الوول ستريت. لهنا نحن قدام اهم بنيه في وول ستريت اللي هي نيويورك ستوك اكسشينج فيها $25 تريليون worth of stocks. والستوك اكسشينج هذا يسكر 5 العشاء بتوقيت امريكا يخرج واحد يخدم غادي بيرن جرس هكا فهمتي مع الخمسه هكاك ستوك يتسمى سكر في النهار هذاك. ولهنا كيف فما اكران توريك اللي الاسهم تاع الشركات اللي موجوده في البورصه طلعت ولا طاحت. وهكذا شباب انتهت رحلتنا في كوكب نيويورك ومن البلد رقم 43 الولايات المتحده الامريكيه. نتمنى يكون عجبكم الفلوج. لايك فولو سبسكرايب. See you in another country. سلام.